يا دكتور، انا بقيت حاسس ان انا عامل زي الضابط في البيت. قوم اقف، لف يمين لف شمال، امسك، حط، شيل. انا خلاص ما بقتش قادر اسيطر على العيال في البيت. خلينا فاهمين ان الهدوء عمره ما كان ضعف. دايما انت لما بتخلص كل حاجة بهدوء، بالرغم ان ابنك عمال يزن وبيضغط عليك، بس مع ذلك شايفك بتكرر كل قراراتك وبتقوله كل حاجة وانت هادي، مش متعصب، مش بتقولها، ومحسسه ان هو كده الشيء ده او بالشكل ده قدر ان هو يعصبك او يضايقك. بالتالي هتلاقيه هو مرة على مرة بيبدأ ان هو يحترم ده ويكتسبه كمان منك، لان انت بالنسبة له قدوة، فبالتالي هيقتدي بيك وهياخدك انت مثل اعلى له في جزئية ان هو يكون هادي في ردود فعله. فبالتالي انت كده هتبقى بتفيده. على النقيض، لو انت بتقوم جاي مزعق في وشه، بتعاقبه، بتقوم جاي معرفه ان هو لو عمل الشيء ده انت هتعمل له ده، فبالتالي هو خلاص بقى عارف رد فعلك. فبالتالي ايه لازمته ان انا احترمك او ان انا اسمع كلامك؟ لو انت بقيت هادي في قراراتك وفي تعاملك مع عيالك، هتلاقيهم هم بيتأثروا بيك وبيحترموا ده، وفي نفس الوقت بيحترموا ان انت لما تقول لهم ما تعملش ده خلاص بتبقى الكلمة واحدة. لان دايما الحاجة الهادية الناس بتقلق منها اكتر. طيب، ملخص القاعدة دي هو الهدوء عمره ما كان ضعف. حط قواعد واضحة وسهلة قابلة للتنفيذ علشان تحل اي مشكلة بينك وبين عيالك او مشكلة في البيت. التزم باللي بتقوله كل مرة، وما تحاولش ان انت تتهاون او ان انت تتنازل، علشان ده كده احنا بندعم مش بنقلل. رابع حاجة، أولادك بيتعلموا من ثباتك مش من صوتك. وبس كده. كان معاكم هشام عماد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشفا.